الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده تعليق يسير لبوست لقيته في الفيسبوك على صفحة رسمية لسفيان الخنجر، صفحة حقت الإعلام حقه ماسك له والإعلان بيعلن لخطبة جمعة دار يخطب لمسلمين. عن الخطبة الأولى قال عن الليالي العشر، طيب ما في مشكلة، عن العشر من ذي الحجة. الخطبة الثانية قال دار يتكلم عن إحياء الموتى عند الصالحين والأدلة على ذلك. دي ما تمشي لقدام. نحن لما نحذرك من التصوف ومن غيره عشان ما تصل المرحلة دي، عشان ما تصل المرحلة لما نقول لك ما تبقى صوفي، ابقى زول مسلم موحد، عشان ما تصل المرحلة دي تقول إنه الأولياء بيحيوا ويميتوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الأمر يعني لا يغالط فيه كثير من الناس، أن الإحياء والإماتة لله تبارك وتعالى، وأنه أمات وأحيا. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. بيحيي الموتى هو الله تبارك وتعالى. لكن سفيان الخنجر ده وأخوه الكبير ده مشكلته أكبر منا، بيعتقدوا العقائد الخربة دي. ذاك لما أخوه الكبير لما قالوا له الأولياء ما منزلوا المطر في المولد اللي بعده طوالي، قال الأولياء بينزلوا المطر وبيحيوا ويميتوا، وقال والكباش بدي الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية. هذا أمر عظيم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فبهت لأن الإحياء والإماتة لله تبارك وتعالى. فهذه عقائد خربة، من اعتقدها ومات على ذلك يشيل شيلته طوالي، يشيل شيلته طوالي. نسأل الله تبارك وتعالى السلام والعافية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والصلاة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.